فيلم انفينيتي وور كانت نهايته مختلفة عن أي فيلم تاني في مارفل. احنا متعودين إن في الآخر الخير هو اللي بيكسب، بس هنا لأ، الشر هو اللي كسب. ثانوس جمع كل الأحجار وبلقطة واحدة خلى نص الناس تختفي، مفيش تحذير مفيش إنذار، فجأة تلاقي الناس بتتحول لتراب. أول واحد اختفى كان باكي، وبعدها فالكون، وبعدها واحد ورا التاني، وانت بتتفرج بتحاول تستوعب ايه اللي بيحصل بس مش قادر. اللي كسر الناس كتير فعلا اللحظة اللي سبايدر مان فيها قال لتوني إنه مش عايز يمشي، وهو بيقع في حضنه وبيختفي، والمشهد كله ساكت، مفيش موسيقى مفيش حاجة تقولك تتأثر ولا لأ، بس انت اتأثرت غصب عنك. حتى بعد كل حاجة خلصت الفيلم ما جابش أي مشهد فيه أمل، لا خطة ولا فكرة ولا أبطال تانيين جايين ينقذوا الوضع. كل اللي اتقال في الآخر إن ثانوس ارتاح وخلاص. الناس خرجت من السينما مش فاهمة يعني ده حقيقي، ده كأنها نهاية قصة مش نهاية جزء من السلسلة. ودي كانت أول مرة مارفل تقولك إن مش كل مرة الخير هيكسب، وإنك لازم تستنى علشان تفهم اللي جاي. لو شايف إن دي كانت أقوى نهاية في أفلام مارفل قولي رأيك، ولو حابب نتكلم عن أند جيم قولي في الكومنتات.